بسم الله الرحمن الرحيم. إثباتا لكذبة الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيها في المملكة العربية السعودية. أنا هنا الآن الموقع اللي أكلمكم منه مكة المكرمة، مخطط الشوقية، تحديدا شارع أبو بصير أمام مطابخ السلام. هذيك اللي هناك في الوجه بالضبط، المبنى هذاك يسمى مطابخ السلام، هو أقرب معلم لنا. هذا شارع أبو بصير اللي أنا واقف فيه الآن. هذه عمارة مميزة بلونها، لونها أخضر. راعي العمارة ساكن في الملحق فوق، شارد من أخوه اللي ساكن هنا في الدور الأرضي بعيد عنكم والعياذ بالله. يشفط غرة، يشم غرة، فمن كثر ما يشم الغرة البعيد دماغه لسع، فيوزاته ضربت، صار البعيد أشبه ما يكون إلى مجرم. هيا نشوف، لاحظوا العمارة مين واقف قدامها، مع العلم أنه كل شقق مؤجرة. 1 2 3 4 5 6، جميع الشقق مؤجرة. طبعا هذا الآدمي لسه بينقل، لا زال موجود بس يعني شال أكثر عفشه. وهذا عموما في 6 شقق مؤجرة، ما نشوف أمام العمارة إلا سيارة واحدة وهي سيارة السكران نفسه. نلاحظ كيف هو بنفسه كاسر قزاز سيارته البعيد، الله لا يبتلينا. هذه سيارته كاسر قزازها أساسا، حلوين، شوفوا كيف حلوين، كاسر اهو، هو بنفسه كاسر قزاز سيارته. في سيارته في 60 داهية هو وهي، في 1000 حريقة عليهم كلهم. لكن هذا واحد من جيرانهم، هذا اللي بينقل، هذا راعي الشقة اللي يبغى ينقل، هذا هو. شوف الضعيف كيف مكسر له قزاز سيارته. هذه الخلفية، وهذه اللي جنبها، وهذه فيها كسر طبعا، خلاص كلها لازم تتغير. وهذا القزاز الأمامي، شوف هذه اهو فكشة، طبعا شطبت القزاز بالنص من فوق لتحت. الكلام هذا ترى ما هو جديد يا جماعة، الكلام هذا ترى تقريبا لنا في لحظة نسيت هذه عمارة جديدة بنيت جنبهم، والله أعلم انها شقق تمليك وغالية، يعني ماني فاكر والله بكم، بس افتكر يعني انها باهظة الثمن بزيادة عن غيرها. شوف هذا راعي الجمس مسكين، شوفوا كيف خدش له، ايوه ما شاء الله واضح اهو، الحمد لله. شوفوا مسكين الله يعوض عليه. شوف هذا راعي الجمس، وهذه راعي الشفر الصغير اسمها كروز. شوفوا ايش سواله، ما هي واضحة كثير، لا واضح اهو. شوفوا اجلس الافندي هذا البعيد عنكم السكران والعياذ بالله، يجلس من الليل من بعد العشاء تقريبا على شنطة سيارته، يقعدوا في يده قارورة بيبسي ولا حمضيات، ويشم غرة إلى أن بعيد ينسطل. هو ترى هنا في هذه الشقة ساكن هنا، وتحديدا في ذي الغرفة دائما يقعد، دائما يفك الطاقة هذه ويقعد يسولف فيها، ويخرج المشكلة ليته يخرج يشفط غرة لحاله، يخرج في يده ساطور، والله أحيانا في يده سكينة، في يده مشرطة، وزي كذا بيسوي في الناس. هذا راعي الجمس وهذا راعي الكروز. وترى على فكرة مو بس كذا، في من ساكنين عندهم واحد معاه افلون لونه فضي بس حاليا ما هو فيه، واحد معاه بريفيا لونه عفوا مو بريفيا، النوفا العائلية هذيك التويوتا، النوفا لونها ابيض بس حاليا ما هو فيه. وفي واحد ثاني معاه يارس لونها احمر صغيرة، كلهم هذول يكسر قزاز سياراتهم. في واحد معاه جمس زي هذا بس لونه فضي، جمس زي هذا بس انه لونه فضي، وحاليا ما هو فيه. برضو كسر قزاز سياراتهم كلهم هذول. يا اخي ايش هذا يا اخي؟ وندق على الشرطة، والله شرطتنا يبغى لها شرطة، والله شرطتنا يبغى لها شرطة. اليوم الصباح راعي السيارة هذه راح مركز شرطة الكعكية ومرمط، هلا وعليكم السلام، الله يحييك، عليكم السلام. اليوم راح مركز شرطة الكعكية ومرمطوا على أبرد ما عندهم، وقلة أدب والله على الآخر، من صبح الله الساعة 8 إلى قبل أذان العصر. هو عندهم في النهاية ما في أي نتيجة. أنا دوي بعد صلاة العصر داق على 9 مخبرهم الخبرية ذي كلها، قال لي أرجع للقسم مرة ثانية بما أنك قدمت هناك بلاغ، وكلم الضابط وقول له الجملة هذه، يا إما أنك ترسل معانا 2 يجوا يشيلوه من بيته، يا إننا نروح لشرطة العاصمة. يعني في أسلوب تهديد حوجهه للضابط، يا إنك ترسل معانا 2 الآن. هذا كلام 999. والله ما أدري من الشخص اللي كلمني، ما قال، ناسي اسمه والله، ومع الأسف ما أعرف كيف أسجل مكالمات أنا، ولا والله كان سجلت المكالمة، لأني أنا قلت له هذا آخر اتصال، أنا نفسي حتصل يعني فيكم، بعد كده حدوق على القيادة السيطرة في وزارة الداخلية.
هم هناك يتصرف، يرسلوا دورية، يرسلوا قوة كاملة في 60 داهية. لكن والله بالفعل احنا استنى، هذاك راعي الكورولا مصدومة سيارته، وبرضه السكران اللي صادم. بس خليني اوريكم الصدمة، خليني اوريكم الصدمة. لا حول. وشوف هذاك راعي الافلون، شايفينه راعي الافلون الفضية؟ شوف وين واقف مسكين، والله شرد من عندهم. هاي هذا راعي الكورولا. فين الصدمة؟ هاي افتكر كانت، والله صلحها مسكين، كانت هنا، والله كانت هنا. وشوف باين مكان السمكرة، باين هنا كانت الصدمة، هنا والله جديدة، ضعيف مسكين مطلعها. وهذا راعي الافلون انا احسبه ما هو في بيته، لكن مسكين في بيته، لكن شوف فين شارد، شوف فين موقف، صلح قزاز سيارته، وشوف فين جا واقف، شارد مرة واحدة من قدام عمارته. يا أخي حسبي الله ونعم. وفين الحكومة؟ ما هم فاضيين. قبل الصلاة واقفين نهرج أنا والجيران، يقولوا هم واحد اقترح إنه نرفع للأمارة. ما حد فاضي لك في الأمارة، والناس قاعدة تصيف برا البلد، ما هم فاضيين، دوم يفتتحوا مهرجانات وكلام فاضي. هموم المواطن آخر شيء يفكروا فيه، هموم المواطن آخر شيء يفكروا فيه. لكن حسبي الله ونعم الوكيل.